أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن سجن كتير مننا حابس نفسه فيه وهو مش حاسس. السجن ده اسمه المثالية. كم مرة أجلت خطوة مهمة في حياتك علشان مستني الوقت المناسب؟ كم مرة كان عندك فكرة مشروع أو حتى هواية وما نفذتهاش علشان خايف ما تطلعش 10/10؟ الحقيقة الصادمة إن المثالية دي هي أكبر عدو للنجاح، وإنك كل ما بتستنى تكون في ظروف كاملة العمر بيسرقك وإنت واقف محلك ما بتعملش حاجة. النهاردة هنفك شفرة المثالية الزائفة وهنعرف ليه إنك تبدأ ناقص أحسن من إنك تفضل واقف بانتظار إنك تكون كامل في كل حاجة. اسمعني بتركيز لأن الكلام ده هو اللي هيحركك من مكانك. فخ الاستعداد الأبدي. في علم النفس في حالة اسمها الاستعداد الأبدي. بتلاقي الشخص عمال ياخد كورسات ويقرأ في كتب وبيجيب أحسن معدات ويقول بس ناقصني التاتش ده وهبدأ. الحقيقة إن ده مش شغف بالتعلم، ده هروب ناعم من مواجهة الواقع. أنت خايف تبدأ فتغلط، فبتقنع نفسك إنك لسه بتحضر. الاستعداد الحقيقي بيبدأ من أول خطوة عملية، مش مع آخر كتاب قريته. الدماغ بيضحك عليك وبيحسسك بالإنجاز لمجرد إنك بتخطط، بس الحقيقة إنك لسه على الرصيف. ونيجي لشلل التحليل والبحث عن اللحظة المناسبة. عارف يعني إيه شلل التحليل؟ يعني تقعد تفكر في كل التفاصيل الصغيرة وتتوقع كل المشاكل اللي ممكن تحصل لحد ما طاقتك تخلص وتخاف تتحرك. والأسوأ هو انتظار اللحظة المناسبة. اللحظة دي أسطورة ملهاش وجود. الظروف عمرها ما هتكون 100%، والوقت دايما هيكون فيه زحمة أو مشاكل. اللي بينجحوا هم اللي بيبدأوا وسط اللخبطة وبيعدلوا وهم ماشيين، مش اللي مستنيين الهدوء التام علشان يتحركوا. نيجي لسيكولوجية الرضا بال70%. تخيل لو كل الشركات العالمية استنت لما منتجاتها تبقى كاملة علشان تنزلها السوق، ما كانش زماننا بنستخدم موبايلات دلوقتي. هما بينزلوا نسخة 70% وبياخدوا رأي الناس وبيطوروا النسخة اللي بعدها. انت كمان لازم تتعلم فن الإطلاق الناقص. ابدأ مشروعك بأقل الإمكانيات. ال30% الباقيين دول هم خبرة الطريق اللي مش هتتعلمها غير لما تدوس بجد. الرضا بالبدايات البسيطة هو اللي بيصنع العظماء. في النهاية الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. احنا بشر، جمالنا في نقصنا وفي محاولتنا للتطور. بطل تكون الجلاد اللي بيحاسب نفسه على كل غلطة قبل ما يعملها. كون الصديق اللي بيشجع نفسه يبدأ. الاستمرارية هي اللي بتبني النجاح، مش النسخة الأولى المثالية. قولولي في التعليقات ايه الخطوة اللي مأجلها علشان مستني انك تكون كامل من كل ناحية. أنا سيلا، وده بيتك التاني. نورتوني. شكرا.